سلام عليكم. قبل البدء هذه أبرز عناويننا. المغرب يوجه ضربة موجعة لفرنسا بهذه الخطوة الكبيرة. بوريط الموقف الأمريكي من قضية الصحراء ثابت والحل الوحيد هو الحكم الذاتي. في عز التصعيد ضد المملكة القصة الكاملة لتعيين أحمد عطاف وزيرا لخارجية الجزائر. المغرب يوجه ضربة قاضية إلى إسرائيل أمام العالم اليوم. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الاول اخبار المغرب. الجزائر تترقب الانتخابات الإسبانية على أمل حدوث تغيير حكومي يسحب دعم مدريد للمغرب في قضية الصحراء. فقدت الجزائر أي أمل لها في إمكانية تراجع الحكومة الإسبانية عن موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء، خاصة أن حكومة بيدرو سانشيز قررت زيادة مستوى التعاون مع الرباط في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى أن إسبانيا لا تفكر في العودة إلى الخلف من أجل إرضاء الجزائر وإشعال أزمة جديدة أكثر خطورة مع المغرب. غير أن الجزائر لم تفقد آمالها بشكل كامل إلا في حكومة سانشيز، بينما تترقب الانتخابات التشريعية الإسبانية المقبلة في أواخر العام الجاري على أمل حدوث تغيير حكومي يؤدي في النهاية إلى صعود أحد الأحزاب المعارضة لدفعها من أجل سحب دعم مدريد للمغرب في قضية الصحراء. ويبدو هذا الترقب واضحا في تصريحات المسؤولين الجزائريين، ولا سيما الرئيس عبد المجيد تبون الذي قال في حوار مع قناة الجزيرة أمس الثلاثاء بأن موقف إسبانيا من قضية الصحراء والمتمثل في دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي هو موقف فردي لحكومة بيدرو سانشيز، ما يعني حسب المنظور الجزائري أن تغيير مدريد هذا الموقف والعودة لموقفها السابق يبقى واردا مع حكومة جديدة. المغرب يوجه ضربة قاضية لفرنسا بهذه الخطوة الكبيرة. كشف موقع أفريكا انتليجنس المقرب من الاستخبارات الفرنسية أن المغرب صعد من لهجته ضد باريس وجمد علاقاته تماما مع فرنسا، وذلك في سياق تنامي التوتر بين البلدين على خلفية رفض الرباط الموقف الضبابي لشريكه التقليدي تجاه ملف الصحراء المغربية، وكذلك تحميل المغرب فرنسا مسؤولية قرار البرلمان الأوروبي القاضي بدانته حقوقيا. وقال المصدر نفسه إن المملكة المغربية أصدرت تعليمات لمسؤوليها تفيد عدم استقبال السفير الفرنسي في البلاد كريستوف لوكورتييه، الذي يعتبر شخصية مقربة من دائرة الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ تمتد ولايته الثانية إلى 2027. وتسعى فرنسا من خلال تعيين لوكورتييه إلى تذويب الخلافات بين البلدين وإعادة إحياء التعاون الاقتصادي، خاصة وأن المغرب صار لاعبا أساسيا في القارة السمراء، توج بالترشح المشترك مع البرتغال وإسبانيا. وأضاف المصدر ذاته أن علاقات الرباط وباريس تعرف جمودا غير مسبوق نتيجة التدهور والبرود الذي ضرب مفاصلها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. في المقابل تقول الصحيفة إن الرباط لا تنوي تعيين سفير في فرنسا لعدة أشهر مقبلة، وذلك بعد تعيين السفير المغربي فرنسا محمد بن شعب مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار. وتعيش العلاقات المغربية الفرنسية حالة من التدهور منذ أكثر من عام، بدأت صامتة وأخيرا تحولت إلى صدام دبلوماسي بين البلدين، حيث تتهم السلطات المغربية الساسة الفرنسيين بالوقوف وراء القرارات المناهضة للمغرب في البرلمان الأوروبي الذي دان المغرب في مجال حقوق الإنسان، واتهمه بالوقوف وراء فضيحة الفساد التي هزت المؤسسة التشريعية الأوروبية، الأمر الذي أزعج الرباط وأثار قلقها ضد البرلمانيين الأوروبيين الفرنسيين، خصوصا الذين تعودت وقوفهم إلى جانبها. بوريط الموقف الأمريكي من قضية الصحراء ثابت والحل الوحيد هو الحكم الذاتي. قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج مصر بوريط أن زيارته الأخيرة إلى واشنطن جاءت في إطار التباحث المستمر بين المغرب والولايات المتحدة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي يرعاها كل من الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي جو بايدن. وأضاف بوريطة خلال ندوة صحفية اليوم مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو أن الزيارة كانت أيضا مناسبة للتباحث حول الشراكة في مختلف جوانبها، ومناسبة للحديث أيضا حول مجموعة من القضايا الإقليمية المرتبطة بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط. وذكر بوريطة أنه رغم تأكيد الملك محمد السادس على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تحتاج دائما إلى تطوير مضمونها وتتأقلم مع السياقات المتغيرة.
بوريطة أكد أن الزيارة كانت مناسبة أيضا للتأكيد فيها على الدور المحوري للمغرب وللملك محمد السادس في الاستقرار الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا عامة والشرق الأوسط. وزير الخارجية قال أن زيارته إلى واشنطن كانت مناسبة لتأكيد الموقف الأمريكي من قضية الصحراء المغربية وخاصة دعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي. وذكر الوزير أن هذا يأتي في إطار الدينامية الإيجابية المتواصلة من قبل القوى العظمى وأعضاء مجلس الأمن والدول التي لها معرفة كبيرة بهذا الملف في إفريقيا والعالم العربي، والتي تجمع على وجود حل واحد في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي. المغرب يوجه ضربة قاضية إلى إسرائيل أمام العالم اليوم. أعلنت المملكة المغربية أنها تتابع بقلق تصريحات صادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية كان فيها استفزاز لدول عربية واستفزاز لحقوق الشعب الفلسطيني. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش استقباله وزيرة خارجية بوركينا فاسو بعد زوال اليوم الأربعاء إن المغرب يرفض دائما كل تصرف غير مسؤول وكل تصرف يمكن أن يكون تحريضيا. وشدد على أن المغرب الذي يرأس عاهله لجنة القدس يؤكد دائما أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية في إطار احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967. القدس الشرقية عاصمة لها تعيش جنبا إلى جنب في هدوء وفي تعاون مع إسرائيل، موردا أن هذا الموقف ينطبق مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن. وأضاف بوريطة أن المغرب يرفض دائما الأعمال أحادية الجانب التي لا يمكنها إلا أن تبعدنا عن الحل، كما أنه يدعم كل المبادرات التي يمكنها أن تحث على التهدئة نحو إيجاد حل وفق مقاربة حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. في عز التصعيد ضد المملكة القصة الكاملة لتعيين أحمد عطاف وزيرا لخارجية الجزائر. جاء تعيين أحمد عطاف على رأس الدبلوماسية الجزائرية خلفا لرمضان العمامرة نتيجة تقاطع مجموعة من المعطيات والحسابات والمصالح. فتعيين وزير خارجية جديد للجمهورية العسكرية في ظرف دقيق يتسم بتصعيد الكابرانات غير المسبوق ضد المملكة المغربية وبإنتاج تحالفات وحسابات استراتيجية جديدة سواء على المستوى الإقليمي، الجهوي والدولي، تعيين أسال الكثير من المداد. بالإضافة إلى الأوضاع الداخلية الهشة بالجارة الشرقية على جميع الأصعدة، بما في ذلك التوازنات التي يسعى جنرالات الجزائر فرضها من أجل إحكام قبضتهم على تسيير دواليب الحكم بالجزائر. كل هذه المعطيات أدت إلى طرح العديد من التساؤلات والفرضيات حول التعيين المذكور، حيث رأي فريق من المهتمين أن الأمر مثير للريبة، خصوصا فيما يتعلق بزمن تغيير وزير الخارجية والاسم الذي تم التوافق حوله لقيادة الدبلوماسية.